بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وحلوة جديدة اللي هي ديليس الليمون. حلوة بزاف، سهلة بزاف، بنينة، تجي منعشة، تجي كريمية ايضا ومقرمشة يعني في نفس الوقت. رايحة نعطيها لكم بطريقة مبسطة باش تنجحوا فيها. هايلة يعني شكلا وذوقا كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نروحوا اول حاجه للمقادير. اول حاجه نحضروها هي الكرامبل. نحتاج لهنا 50 غرام فرينه، 50 غرام سكر عادي، 50 غرام بيستاش، و50 غرام مارغرين. البيستاش البنات تقدروا تعوضوه باي مكسرات، تقدروا ديروا كاوكاو محمص ومرحي ولا لوز محمص ومرحي. رايحه نخلط جميع المقادير كما راكم تشوفوا ونجمعها عادي يعني البنات. البيستاش تاعكم ولا المكسرات تاعكم تكونوا ريحتوها شويه ماشي رقيقه بزاف، يعني تكون متوسطه باش نحسوا بهذاك القرمشه تاعو. فوالا نجمعوها بيدينا ولا حتى نتحصلوا على هاد العجينه كيما هذه. نجيب ورق الطهي ونطرحها عادي كيما نطرحوا الصابلي تاعنا، بسمك يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه. فوالا بهذه الطريقه تقريبا. دوك نعت لكم قد ما يعني السمك تاعها. هذه هي. حندخلها للفرن، يكون مسخن مسبقا على 180 درجة حتى نتحصلوا على لون ذهبي يعني محمر شوية. أنا هنا خليتها شوية حمرت لي بزيادة، يعني معليش. المهم حنخليها تبرد ومن بعد نرحي الكرامبل تاعي ونخليه نحتاجو يعني للصابري وللشوكولا تاعي. ثاني شيء رايحين نحضروا الحشوه اللي رايحين نديروها في الحلوه تاعنا. عندي هنا كرانشي الليمون البنات، درته في اون بوش وحطيته في هذا يعني المول هذا اللي يجي على شكل دومي سفاغ، يعني نصف دوائر. يعني نحضر الكميه اللي نحتاج ونحطه في المجمد، نحطوه البنات في الكونجيلاتور حتى يجمد تماما. نروحوا نحضروا عجينه الصابلي. واش نحتاج لهنا؟ نحتاج 250 غرام مارغرين، 2 صفار بيض، ونحتاج 4 مغارف كبار السكر ناعم، 4 مغارف كبار النشا، وربع مغارف من الكرومبل اللي كنا حضرناه من قبل. رايحه نضيف عليهم يعني المغرفه تاع لافاني ونصف مغرفه من الخميره الكيميائيه كما راكم تشوفوا. انا درت غير بالمغرفه الصغيره لهنا. ما تنساوش رشه الملح. ومن بعد حنجمعها بالفرينه عادي حتى نتحصلوا على عجينه صابلي كما اللي عارفين يعني نخدموا بها. فوالا هذا هو الخليط تاعي. بعد ما خلطتها مليح غير بلا سباتيل برك، رايحه نجمعها بالفرينه. الصوره موضحه قدامكم. هذه هي يعني بات صابلي عاديه. هاد لاباط البنات رايحه تجي فيها واحد القرمشه لانه حطينا فيها الكرومبل، راح يعطيها واحد القرمشه هايله هايله، يجي بنين بزاف بزاف الصابلي هذا. فوالا هذه هي العجينه تاعنا. رايحه نغطيها ونخليها بجيه. بعد ما ارتحت العجينه تاعي يعني لمده ربع ساعه فقط، طرحتها عادي يعني كيما الصابلي، كيما نخدموا الصابلي العادي على شكل دوائر، ودخلتها للفرن طيب. دركا نروحو نحضروا الشوكولا تاعنا. نحتاجو لهنا 500 غرام شوكولا بيضاء، زدت لها انا ملون اصفر، تقدروا تخدموا طول بالشوكولا اللي تجي لونها اصفر يعني عادي. رايحه نضيف عليها 300 غرام كرانشي تاع الليمون، كرانشي البنات اللي يجي تاع الليمون نحط لها 300 غرام. ورايحه نزيد لها 180 غرام من الكرامبل اللي كنا ديجا يعني حضرناه من قبل. فوالا هاد الكميه هذه رايحه دير لي تقريبا حتى ل 17 18 حبه بالمول اللي خدمت انايا البنات اللي شفتوها ويجي كبير شويه. يعني كنت تخدموا في مول صغير راح تعطيكم اكثر يعني كميه اكثر. تقدروا يعني تضاعفوا المقادير كي تعود مناسبه كبيره ولا تنقصوا يعني الاختيار لكم. فوالا بعد ما خلطت ذوبت الشوكولا مليح وخلطت لها الكرانشي والكرامبل حين تحصلوا على هذا الخليط هذا، وهو هكا يعني جاري وسخون البنات نزربو نحطوه في المول. عندي المول هذا البنات اللي خدمت به. رايحه نعمر الشوكولا يعني نصف الكميه فقط، ما نعمروهاش حتى الفم. بهذه الطريقه هذه نعمروا يعني المول تاعنا كامل بنصف الكميه
من بعد رايحه نزيد نحط له الدوائر، يعني الكرانشي، نصف دائره الكرانشي هذوك لي دومي سفير اللي درتهم، الحشوه اللي درناها يعني بعد ما كانت في المجمد. رايحه نجبدها، نلقاوها يعني جمدت بهذه الطريقه. شوفوا البنات، خليوها يعني تجمد مليح مليح باه تجيكم سهله كي تنحيوها من المول. نعمر يعني المول تاعي بهذوك الدوائر تاع الكرانشي، ونكمل نغلق عليها كامل بالشوكولا اللي بقات لي حتى يعني تتعمر للفم. رايحين نهزو هذاك المول البنات ونخبطوه شويه فوق البلون دو طرافاي باش يعطينا يعني تجينا الحبات كامل متساويين، وتجينا يعني الحبه تاعنا مفينيه مليح مليح. بعد ما نعمرهم كامل ندخلهم يعني المجمد، ما يطولوش بزاف. الشوكولا كيما على بالكم البنات دقيقات تجمد، يعني دقيقات توجدوهم هادو يعني المرحله هذه دقيقات توجد. فوالا البنات، بعد ما حطيتهم في المجمد وجمدوا لي مليح، تقريبا كيعود الكونجيلاتور بارد بزاف، تقريبا من ربع ساعه يكونوا واجدين. هادو هما رايحه نحيهم بكل سهوله. شوفوا كيفاش يتنحاو البنات، وشوفوا كيفاش تجي الحبه مفينيه بيان، وتجي الحبه يعني تبرق روعه. فوالا هذه هي. راح نكمل نحي كامل الحلوى تاعي من المول، ونعتلكم يعني باقي المراحل ما بقاتش بزاف، يعني غير لا فينيسيون تاعها. عندي لهنا الحبات تاعي اللي نحيتهم. رايحه نعمر هذاك الفراغ بالكريمه الليمون تاع فخويور، يعني فوغاج يتباع واجد. دوك نعت لكم الباطا تاعو. هذا هو البنات اللي خدمت به هنا، يجي ذوق الليمون، يجي ذوقه يعني بنين بزاف بزاف. هذا هو. تحبوا تخدموا كريمه الليمون في المنزل عادي. نعمر يعني كامل هذاك الفراغ كامل. تزيين يقعد اختياري لكم، يعني انا درت غير حبه بيستاش كوم مخدوم يعني بالبيستاش. تقدروا ديروا يعني التزيين اللي يعجبكم. من بعد رايحه نحط يعني نلصقهم في لاباط صابلي تاعنا، يعني حبات الصابلي. فوالا بعد ما طابولي، هذا هو الصابلي تاعي. نلصقوا عادي بنفس الكريمه بعدا تاع الليمون بهذه الطريقه. نحط باسكو الشوكولا راهي وحدها تلصق في الصابلي، جوست ما تسخن شويه تحكم بلاصتها. فوالا بهذه الطريقه نلصقوا، وهكذا يكون يعني الحلوه تاعنا تكون خلصت. انا شتيت ندير لها يعني فضلت ندير لها تاع عيد سعيد، بما انه عيد الاضحى يعني على الابواب. حطيت هاد لي موتيف هادو كانوا عندي ديجا. وهذه هي الحلوى تاعنا. بعد ما خلصتها حطيتها في الكيسات، وهذا هو الشكل النهائي تاعها. تجي باهيه بزاف بزاف، يعني راكم تشوفوا فيها بريزونطابل وباهيه وميم طون، يعني تحمر الوجه. سورتو البنات اللي يجيبوا لهم المهيبات، الناس اللي عندهم مناسبات صغيره هادو، اي مناسبه يعني تصلح. وهذه هي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تخليوا لي تعليق، تخليوا لي جيم تاعكم، ونقول لكم تلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.